هو ازاي الزمن بيقف في بعض المقابر الفرعونية؟ وهل ده ليه علاقة بتأكيد ايلون ماسك على انه لازم يجي مصر في 2025 بعد ما أجل زيارته دي 4 سنين كاملين؟ وايه علاقة وجود ايلون ماسك بالتشويه اللي حصل في المقبرة من ايام قليلة؟ ويا ترى في رابط بين الاحداث دي وبين الاحداث اللي حكاها راجل غريب في وجوده جوه المقبرة والحاجات اللي حصلت له بشكل غريب؟ تخيل نفسك داخل مقبرة من المقابر الفرعونية اللي موجودة في أماكن كتير جدا في مصر، وتحديدا في منطقة سقارة، وكانت الساعة معاك هي الساعة 3 بالظبط، وانت داخل المقبرة وقفت قدام واحدة من الجداريات اللي جوه اللي عليها رسوم فنية جميلة جدا، وفضلت مركز فيها شوية. بس بعد ما خرجت من المقبرة وبعد ما وقفت شوية وقت جوه، خرجت بتبص في الساعة بتاعتك لقيتها 3:10. هو ده اللي بيحصل، والأحداث الغريبة اللي بتحكيها بعض الناس عن دخول مقبرة ميرو روكا في منطقة سقارة. المقبرة